يا الله. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. واليوم فيديو جديد ويا الحبايب، نشوفكم يومياتنا والتطورات والاوضاع مع الدجاج العرب. وياكم جناي دجاج العرب، بسم الله ما شاء الله. وهذا الحلال الحمد لله والشكر، بعد ما مات ذنيك الثلاثة اللي جبتهن من السوق وطلع المصابات. الحمد لله والشكر الحلال بخير، ما وصل اي اصابة. وهذا العيور اللي ما يدور خطية، شوف عينه شلونها مسكين. وعندنا التطورات الجديدة، ذنيط طيور الحب التركيبات جبناهن خليناهن هنا ويا الدجاجات، عزلناهن عن امهاتهن لأن بنات يا سنة 23 بداية الموسم، وهسه صارن بالغات. وهنا سوينا ترتيب للدجاج اللي بيض، والحمد لله. عندنا هنا هاي هنا بيضة وحدة وهنا وحدة، ان شاء الله الدجاج يعني بشر بدأ ينتج بيض. وذن هنا طيور الحب العزيزات كلها تركيبات خالد، اني 6 ازواج، الصلاة على النبي. صاف الجناح اوف لاين بنفسجي اوف لاين ازرق. من هنا نازلات جوا عاد يشربن ماي. هذا حبري وجهه اصفر، وهناك عندي بنفسجي وجه اصفر، وذني صاف الجناح، هذا هم كذلك صاف الجناح، هذا صاف الجناح فحل وجه اصفر، هاي طيرة صاف الجناح. طبعا ذني كلهن انتاج عندي، انتاجي. وهذا الحلال قدامكم ان شاء الله، صحة تمام. هذا المكان ان شاء الله راح همينا اسوي بيه ترتيب، هنا مكاني بيضا فيه ان شاء الله. وهذا عندنا القفص هنا العازولة نعزل بيه الدجاج الجديد على مود يتعود على باقي الدجاج. اي والله دقي دقي. او هذا ابو طويلة ما شاء الله، ديباوع على طيور الحب، مستغرب من وضعهم، يستكشف المكان. ابو طويلة حبيبي، لك ليش لسه ذيل ماكو؟ ما شاء الله، شوف ايش قد صاير طويل. هذا ديك الابو ابو رقيبة، خبيث كلش خبيث، هو هي هاي الثانية ام رقيبة هاي. لا بعد ما تصورون الخباثة مالته. اي هاي ام رقيبة كلش خبيثة.
عندنا هنا الحلوين الاثنين البيض، هاي ام رقيبة طلعت عندي ابيض وهاي الثانية، وهذا العيور الماء داور خطية تك عيني. تشوفون عندي هذا ديج. هذا باقي الحلال هنا طالع بالهاي العازولة شوية دي الشمس، عفا طويلة منورهن. ان شاء الله مثل ما قلت لكم اريد ابقي هذا الاسود، هذا مو هذا العرفة، هذا منه ابو رقيبة ما اريده، خلي ذاك ابو الرقبة الطويلة هذا. اي هذا اريد ابقي ديج وياه الهن، واحتمال ابقي هذا الشوكة ابو رقيبة هم وياه واطلع الابو. وذاك الثاني ابو رقيبة همينه ابيعه، ما ابقي فحل ما احتاجه، اجيبه مكانه دجاجات احسن، لان كثرة الديوكة ويا الدجاج تسوي مشاكل وعركات وطلايب، احنا ما بينا حيله. ابو طويلة شو تسوي؟ وين لابد هنا؟ شوفوا الجمال ما شاء الله، هاي الفروجة الحلوة، الصلاة على النبي. وهذا الأعور خطية المسكين، شوف العين مالته لا أقدر أفتحها، لا أقدر أسوي لها شي، والله شغلتها تحير، تك عيني باوع من عنده. هذول الحلوين ان شاء الله، هاي الشتوى راح ابقيهم هنا ويا الدجاج. بعد الجو حار ان شاء الله، عن قريب ورا الزيارة اريد اجيب لهم رافع مناعة شوية، في تأمينات وترتيبات نستقبل بهن الموسم، لأن هسه ما نقدر نعطيهن ثوم وليمون، الجو حار مو مال ثوم وليمون يأذيهن. من يبرد الجو شوية نعطيهن رافع مناعة، لو ثوم العفو وليمون عادي ماكو مشكلة، بس هسه الجو حار مو مال ثوم وليمون ما نعطيهن هسه. تقدر تعطيهن هسه بصل، هذا روس البصل فرمان تعطيه اياه، هم يفيد رافع مناعة للدجاج والكل طير مو بس الدجاج. وين الافدات هنا طلعت؟ ان شاء الله نكمل بقية الترتيبات. النهارده اخليلهم مجثم اضافي واقفة هنا، راح اكيد المنام مالتهن كلها راح يصير هنا فوق هذا قفص طيور الحوف، هنا راح يكون الدجاجات، والقسم الثاني هنا فوق هذا القفص اعتيادي. مع ذلك اخليهن مجثم هنا، هم يصيرون ترتيب خشب يوقفن عليه.
حبايب يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو، خلي الفيديو شوي يصعد تشاهده بقية الناس، تستمتع ويانا الناس اللي تعشق تربية الدجاج العرب اللي هو الدجاج البلدي مثل ما يقولون اخواننا المصريين. بالمناسبة يعني هذا التراب كلش مفيد. هسه انا ذابل هنا تراب جديد على مود حفرا بيه ويتربن، لان هذا علاج للفاش اللي يصير بالريش اللي هو القمل الابيض، قملة الريش، هو علاجه هذا التراب. وبعد علاج ثاني اضبط اللي هو الرماد مالت الخشب، مالت اي شيء محترق خشب، الرماد مالته، رماد التنور كذلك، تنور الخشب مفيد جدا للدجاج، تخلي ليه مكان هو يجي كأنما شلون اللي يسبح بيه بهذا الرماد ما يخلي راح شكو قملة ريش كله يوقع من عنده كتلة. علاج طبيعي وناجح 100%. تحياتي، تمنياتي لكم بالتوفيق حبايب قلبي، مع السلامة.